انا مشترك في باقه اللي هي بتاعت النت 250 جيجا. الاشتراك الشهري ادفع 467 و40 قرش، 467 جنيه و40 قرش. ينزل لي تمن الشحنه 415، يعني فرق 52 جنيه تقريبا و40 قرش او 70 قرش. ليه؟ وليه يبقى ليه تبقى الباقه 250 وادفع 467 جنيه و40 قرش؟ ليه التمن ده كله؟ وليه يتخصم مني 52 جنيه وشويه فرق الشحن؟ كل 3 شهور 127 جنيه تليفون ارضي اللي هو مش عند حد اصلا. كل ده ولسه احتمال ان الحاجه دي تغلى تاني. طب تغلى تاني تبقى فين؟ ده كنت انا بدفع الباقه 250، بدفع 500 مثلا، يعني الضعف وما بتكملش 15 يوم. فاني حته في العالم بيحصل كده يعني؟ هو انتوا المكسب ليكوا انتوا بس، واحنا مش متشافين؟ يعني يبقى في مراعية، حتى في نسبة وتناسب ما بين القبض وما بين الشحن، ما بين الكلام ده كله. النت في دول العالم كله ارخص من كده بكتير. لكن ان انت تحملني فاتورة التجديدات وفاتورة الموظفين وفاتورة كل حاجة في الدنيا وضريبتك وارباحك، كل حاجة انا اللي اتحملها. امال حضرتك بتتحمل ايه؟ تتحملنا احنا؟ يتوب علينا ربنا.